في قلب القاهرة وسط شارع هادئ يقع بيت ضيافة صغير قديم نوعاً ما، لكنه مناسب ونظيف. انتقلت أنا طالب في كلية اللغات قسم الإيطالية إلى هذا البيت الضيافة قبل شهرين، هرباً من ضجيج القرية التي نشأت فيها. انتقلت إلى جامعة بعيدة عن القرية التي نشأت فيها، وكان علي أن أبحث عن مكان أقيم فيه. ولأنني لا أحب السكن الجامعي، فقد اخترت أن أجد سكناً خاصاً وأن أعمل بجوار دراستي لكي أستطيع أن أنفق على نفسي. وقبل أن تبدأ الجامعة بأسابيع قليلة، حتى وجدت بيت ضيافة صغير في وسط المدينة، قديم نوعاً ما، لكنه مناسب ونظيف. ولم يكن فيه سوى غرفتين أو 3 مأهولة، وكان البيت الضيافة صغير وفي شارع هادئ بعيد عن الضجيج. وهذا كان خياراً جيداً بالنسبة لي، لأن أصدقاءه ونزلاءه كانوا أجانب، بالتحديد إيطاليين، وهذا سيساعدني في تطوير لغتي، وخاصة أن هذا هو مجال دراستي كطالب في كلية اللغات قسم الإيطالية. وبعد كل هذه المزايا أصبحت واحداً من سكان البيت الضيافة. بدأت الدراسة منذ شهرين، أي أنني هنا منذ شهرين تماماً من اليوم الذي استقرت فيه في البيت الضيافة حتى اليوم. هذه هي المدة التي مرت علي، أو بمعنى أدق انفصلت فيها عن الواقع. كان أهل البيت الضيافة لطفاء جداً، مبتسمين دائماً مثل أي بشر عاديين. ورغم أنهم كانوا يقومون ببعض الأفعال العجيبة، إلا أن أعمالهم الحسنة كانت تغطي على الأفعال العجيبة. فعلى سبيل المثال، كنت ألاحظ دائماً أن السيدة مونيكا مالكة البيت الضيافة تنظر إلى السقف طوال الوقت ما دامت وحيدة. لا أتذكر مرة مررت في أي وقت على الاستقبال ولم أجدها هناك وهي تنظر إلى السقف، لكن عندما تحدثت معها كانت تجيبني بطريقة طبيعية جدا. أما السيد أنطوان زوج السيدة مونيكا كان يجلس دائما في شرفة غرفته، لم أتحدث معه أبدا. قالت لي السيدة مونيكا أنه زوجها وأنه مصاب بالشلل وفقد القدرة على الكلام بسبب حادث قديم، دون أن تذكر أي تفاصيل. وأنا أيضا لم أرد أن أكون فضوليا، لكن السيد أنطوان كان في كل الأوقات يجلس في الشرفة، وهذا كان غريبا علي أيضا. أو دعني أقول لك أن الوضع كان غريبا حتى اكتشفت قبل يومين فقط أن الوضع ليس فقط غريبا، بل هو أغرب من الخيال نفسه، وأنني عشت كل هذه الفترة التي مضت مع الأشباح. قبل يومين فقط سمعت أصوات ضوضاء كبيرة خارج البيت الضيافة، وبعد ذلك وجدت الشرطة والبلدية يهدمون جزءاً منه. خرجت إلى شرفة غرفتي وصرخت، ولم يكن أحد يراني. أنا هواء لا وجود لي. وسمعت صوتاً يقول: هذا الفندق سيستنزف طاقتنا حتى نهدمه، فهو مبني من حجارة عتيقة وخرسانة متينة لا تنهار بسهولة، ولسوء الحظ سيأخذ منا وقتا طويلا، خاصة أننا في منطقة حساسة. والآن حل الليل وانصرف عمال الهدم، وتحيط بي الدمار من كل جانب، ظلام وسواد لا يمكن وصفهما، وأشعر بمزيج من الخوف والحيرة والهيبة والتعجب، وأطرح على نفسي أسئلة كثيرة. مع من كنت أعيش؟ هل كنت أعيش في الأصل أم كنت ميتا؟ والآن هل أنا حي أم ميت؟ شعور بالرهبة لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه. لم أكن أرى شيئا. جلست على الأرض ولمست شيئا بجانبي، كان هاتفي. شعرت بنفحة من الأمل في داخلي. أضأت المصباح ووجدت نفسي داخل مكان مهجور، الغبار يغطي كل شيء فيه،
وجدرانه متصدعة، وربع المبنى من الجهة الأخرى مدمر، حتى القمر كأنه مكتئب وضوءه لا يصلني. لكن المصباح أظهر لي كل شيء. يدي كانت ترتجف. ابتلعت ريقي بصعوبة وجف حلقي من الخوف. سمعت أصوات بكاء أطفال من بعيد، فقررت أن أكتب على هاتفي كل شيء، لأني حاولت أن أسجل فوجدت الهاتف لا يريد أن يسجل، لا صورة ولا صوت. فأحببت أن أكتب كل شيء بالتفصيل، منذ وجودي هنا وكل الأشياء الغريبة التي كنت أراها وأتجاهلها. كنت أحياناً أستيقظ ليلاً على صوت يأتي من اتجاه الثلاجة الكبيرة التي في الممر الذي فيه الغرف، لكنني لم أكن أهتم وأعود لاستكمال نومي. ومع تكرار الصوت الذي كان يشبه همساً خفيفاً أو وشوشة، قررت مرة أن أنهض وأرى ما فيه. وعندما فتحت باب غرفتي ونظرت إلى الثلاجة، وجدت ماري واقفة عند باب الثلاجة ومفتوحة وتتحدث مع شخص داخلها. وماري هي فتاة في سن 14 عاماً. كانت السيدة مونيكا تتبناها، لكن عندما لاحظت ماري وجودي تظاهرت بأنها تشرب، وأغلقت باب الثلاجة وعادت إلى غرفتها. وفي ليال أخرى كنت أسمع صوت بكاء أطفال رضع، وليس هناك أطفال هنا على الإطلاق، لكنني كنت أقول لنفسي ربما الصوت يأتي من أي مكان بجوارنا، خاصة أن الصوت يزداد ليلا ويصبح أعلى وأوضح. واستمر الوضع على هذا النحو حتى ليلة البارحة فقط. تغير كل شيء واختلف. كان لدي أرق شديد. كنت مضطجعا على سريري وأفكر في الحياة عموما ودراستي، وفجأة سمعت صوتا يأتي من غرفة ماري. كانت تصرخ ولكن بصوت مخنوق، وبعد ذلك اختفى صوت ماري وحل محله صوت أشخاص كأنهم يعانون. ركضت بسرعة من غرفتي وذهبت إلى غرفة ماري، ووقفت أمام بابها مصدوما لأنني وجدته محطما ومفتوحا. مددت يدي ببطء وأكملت فتح الباب لأصاب بصدمة أكبر بعد أن أصبحت الغرفة واضحة أمامي، وأجد السرير مغمورا بالدم، وليس فقط السرير، الأرض والستارة والخزانة. وقبل أن أتمكن من التفاعل انفتح باب الخزانة ببطء شديد جدا، وخرجت منه ماري على ملابسها دم كثير، وعلى شعرها الذي يغطي وجهها أو معظم وجهها، لأن عينها اليسرى فقط كانت ظاهرة وباينة، ونظرتها موجهة نحوي، نظرة تقول أنني رأيت أو اكتشفت ما لا يجب أن أراه أو أكتشفه. لم أعد قادرا على السيطرة على ارتجاف جسمي من الخوف. زادت سرعة دقات قلبي، وشعرت أنه سينفجر من قوة ضرباته. وزاد الرعب أكثر عندما وجدت ماري تقفز نحوي وتمر من جانبي وتخرج خارج الغرفة وتشير لي أن أتبعها. ابتلعت ريقي بصعوبة، وشعرت بشيء يجبرني على أن أتبعها، كأنني مسحور بوجودها. وسرت خلفها حتى وقفت أمام غرفة السيد أنطوان. دفعت الباب ودخلت وراءها. غرفة خالية تماما، لا شيء فيها سوى سجادة كبيرة على الأرض. وقفت ماري في وسط الغرفة ونظرت إلى الجدار، وبدأت تتنقل بقدمها اليمنى مرة واليسرى مرة، مثل لعبة القفز أو الحبل التي كانت البنات تلعبنها قديما. ومع كل حركة من قدمها كانت تنطق بكلمات غامضة ومبهمة: بيكارا، بيغورا، برونشيكا. أكررت الكلمات هذه أكثر من 20 مرة، وبعدها وقفت على قدميها وقفزت قفزة بسيطة، فانفتح الجدار في مشهد يفوق الخيال ويصيبه بالجنون. وظهر خلف الجدار ممر ذو شكل عجيب جدا، كأنك انتقلت إلى سرداب داخل عصور تاريخية مجهولة. وسارت ماري ودخلت السرداب هذا وأشارت لي أن أتبعها. تبعتها، وكان ممر أو سرداب منحوت داخل الحائط، وعلى جوانبه مشاعل نار. وماري اختفت فجأة. التفت لأعود من الباب الذي دخلت منه. لم أجد أي باب، مجرد حائط، والباب أيضا اختفى مثل اختفاء ماري تماما. كنت أمام حقيقة. التفت وجهي للسرداب وبدأت أسمع أصوات غريبة، أصوات موتى عادوا إلى الحياة مرة أخرى. هذا التشبيه الذي أستطيع أن أصف به الصوت، لأنني لا أفهم ما يحدث. شيء أغرب من الخيال نفسه، ولا يوجد له وصف دقيق. إحساس بأن الموت يحيط بك من كل الاتجاهات، وحدوثه مسألة وقت لا أكثر. سرت مع ضوء المشاعل، لم يكن أمامي غير ذلك. وكلما سرت أكثر ارتفعت الأصوات أكثر، وأصبح الموت أقرب، والطريق خلفي يظلم، والمشاعل التي مررت بها تنطفئ.
ودرجة حرارة المكان ترتفع وتزداد حتى وصلت إلى نهاية الممر، ووقفت متحجرا في مكاني لأنني وجدت ماري واقفة أمامي وفي يدها شعلة نار مثل التي كانت على جانبي الممر، ومدت يدها بشعلة النار لتريني المشهد أمامي. ووجدت غرفة كبيرة وفيها جثث مختلفة مقتولة: السيد أنطوان والسيدة مونيكا وبعض الأطفال، ورجل وسيدة في سن الثلاثينات من عمرهم مغمورين في دمائهم وجثث ساكنة. لم أستطع السيطرة على نفسي هذه المرة وصرخت بكل قوتي. نزعت ماري شعرها من على وجهها وظهرت ملامح وحش قبيح، كأن جلد وجه ماري غير موجود، مذاب ومحترق ويبن من تحت العظم فقط. عادت أصوات المعذبين تملأ كل الأماكن، وبدأت ماري تهمس ببعض الكلمات وتشير بيدها، ووجدت أن الجثث المقتولة بدأت تتحرك وتنهض من مكانها في مشهد لم أكن أتصور أن يحدث أمامي، وآخر تخيل لحدوثه داخل أفلام الزومبي أو الموتى الأحياء فقط. لكن فجأة وبدون أن أفهم ما حدث تغير المشهد، ورأيت ماري واقفة مع كل أفراد العائلة: مونيكا وأنطوان والرجل والسيدة والأطفال، كلهم مقيدين ومكبلين من أيديهم وقدميهم. وبدأت ماري تتكلم بنبرة ساخرة: كنتم أمانة عندي ولم تحفظوا الأمانة، أبي وأمي ماتوا وتركوني لكم، وبدلا من أن تعاملوني بحسن وترحموني كما كان أبي وأمي دائما في خدمتكم، أسأتم معاملتي وصرت خادمة بلا أجر أو حتى طعام وشراب. كنت واقف مذهول مما أنا شاهده. لكن ماري أكملت كلامها وقالت بحنق: ابنك ليونارد يا سيدة مونيكا أغت صبني بمساعدة زوجته كنوع من المرح، وليس هو فقط بل أيضا أنطوان. لكن حينئذ استطعت أن أقاومه وأغرز سكينة في عموده الفقري جعلته مشلولا.